اليوم راح اعمل فيديو جديد مختلف عن الفيديوهات اللي شفتوها في القناة. اليوم راح اعلق بالفيديو بالتعليق الصوتي فقط بصراحة، لانه كان مضروب في الفيديو الاساسي، علشان هيك عملت فيديو بالتعليق الصوتي. اكتبوا لي رايكم في التعليقات بالنسبة للفيديو الصوتي، ان شاء الله يعجبكم. اليوم راح نعمل مقارنة بصراحة بين الشاورما التركية والشاورما السورية، من ناحية الامبلاج، من ناحية الشكل، من ناحية الطعم، من ناحية السعر. ان شاء الله يعجبكم هيك نوع من الفيديوهات. بس قبل ما نبشر الفيديو لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا لنا زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد. يا جماعة بصراحة والله عم نتعب كثير بالفيديوهات، هي الفيديوهات ما عم توصل لحدا من الناس لانه التفاعل كثير فيها عم بكون قليل. بتمنى كل واحد بشوف الفيديو يكتب يطج لايك ويكتب تعليق حلو بدل عنه. شكرا كثير لتفاعلكم. ان شاء الله من هون لراس سنة نوصل ل 100,000 اخ واخت ان شاء الله، فيكم اكيد بكبر. خلونا نبشر الفيديو واكتبوا لنا افكار جديدة عشان نصور مع بعض. هلا صار كل شيء جاهز. هلا رح اجيب لكم الشاورما السوريه. هي الشاورما السوريه مثل ما لكم شايفين الامبلاج والتغليف. طبعا بصراحه اول شيء رح نحكي على الامبلاج، بعدين رح نحكي على الطعم، بعدين رح نحكي على السعر. وهي الشاورما التركيه، شاورما تركيه بكيس. هلا رح نفتحها خليكم تشوفوا عن قريب. هاي لبن عيران كتير مهم طبعا. مثل ما لكم شايفين هي الشاورما السورية، الشاورما السورية مع بطاطا وكريم توم وصندويشة جاي كاملة مقسمة. أما الشاورما التركية عبارة عن صندويشة وشوية مخلل. شو رأيكم أول شي في الأمبلات؟ شو رأيكم بالتحضير؟ شو رأيكم بالشكل الخارجي للشاورما؟ وهذا اللبن العيران أكيد أساسي. لا يحلو الأمر أنك تحط الباربيكيو والصلصات الخاصة اللي انت بتحبها. انا بصراحة بحب الشيدر والباربيكيو. هلا فتحت كريم التوم. انا اول شيء راح اباشر في الشاورما السورية. من ناحية الامباج مثل ما قلت لكم انه الشاورما السورية بتاخذ 8 من 10. طبعا فيهم كانوا يعملوا اكثر من هيك، ولكن هذا الامبلاج اللي ساوينه بكل الاحوال بظن انه الشاورما السورية كامبلاج احسن من الشاورما التركية. الشاورما السورية بتاخذ مثل ما قلت لكم 8، اما الشاورما التركية بتاخذ 3 من 10. الطعم يا جماعة شيء خرافي مثل ما لكم شايفين. اوه العشق انك تحط الشاورما السورية بكريم التوم وتغطسها. شي رهيب، شي رهيب صراحة يا جماعة. انا كنت مصدوم من الطعم بصراحة، كتير كنت متفاجئ من الطعم لانه شي كتير مختلف عن الشي اللي بدك تاكلوه انتو. اللي مجرب الشاورما السورية اكتب لي في التعليقات انه بتحبوا الشاورما السورية او ما بتحبوها. هلا راح احط مايونيز، راح احط الصوصات الخاصة تبعيتي كريم الشيدر، راح احط كمان الباربيكيو، الباربيكيو العشق وتحطها. يا جماعة لاحظوا على شكلي، انا بصراحة صار في طعمات في تمي ما بحسن ما قد اوصفه. ورا هاي كاسة اللبن رح تشربها، شي غرام. اكتبوا لي رأيكم في التعليقات انه بتفضلوا الاكلات المحلية ولا الاكلات الاجنبية. ما بعرف اذا الفيديو الماضي شفتوه، كان فيديو مقارنة بين الهمبرجر المحلية والهمبرجر ماركة. بصراحة شوفوا الشكل، بالله عليكم ما يستحق 100 من 10. الطعمات ما بعرف اوصفها، يعني مثل ما كنتم ملاحظين شكلي هو لحاله بعبر. صدقا انا بالنسبة الي مش لانه انا سوري او لا بميل على الاكل السوري، ولكن صدقا الطعم كتير طيب. يعني اكيد كل شي مجرب الشاورما السورية بيعرف انا شو عم بقصد. بالنسبة للشاورما التركية نحن جبناها من عند افضل محل في تركيا. اكيد اللي جاي زير تركيا بيعرف انه الباشا الدونر هو بالنسبة للتراك نمبر 1. يا جماعة عن جد شي رهيب. لاحظوا علي خلصت الشاورما ومن دون ما احس لسه وانا عم بحكي معكم وبتسلى معكم. الجبنة الشيدر كان طعمها كتير خرافي هون، وحطيت كمان الباربيكيو كان طعمه بجنن اكتر. صدقا انا هون مالي حاسس انه شو عم باكل. فكانت الطعمات كتير خرافية والنكهات مع التبلة كتير كانت خرافية، فما كنت عم بحسن بوصف لكم الشي اللي عم باكله. مباشرة هلا رح ندخل على الشاورما التركية بعد ما نكون خلصنا الشاورما السورية وقضينا عليها بالكامل. لهون خلصناها الشاورما. هلا رح نروح على الشاورما التركية. الشاورما التركية عبارة عن سندويشة، بما انه سندويشة فبتوقع انه يكون طيبة اكثر من الشاورما السورية. طلعوا عبارة حتى طرية بصراحة، يعني رغم انه مسخنة بس طرية. هاي اول لقمة ندوقها. لاحظوا تعابير وشي شلون رح تختلف مباشرة. انا بصراحة انصدمت في الطعم. الطعم كان فعلا لا يقارن في الشاورما السورية. كرأي شخصي بتوقع الطعم بالنسبة للشاورما التركية كان أطيب من الشاورما السورية، لأنه التبلات كانت فيه كتير ظريفة، اللحم كان كتير طري، وحتى الخبزة كتير طرية.
مش قاسية. وكان هلا هون المخلل هذا، المخلل الحد بصراحة أنا ما بحب آكل المخلل الحد، مالي من عشاق المخلل الحد. اللبن العيران جنب الشاورما برأيي كان أطيب من الكولا والعصاير. هلا رح أحكي تقييم بكل شفافية. الشاورما السورية من ناحية الأمبلاج قلنا نحن الشاورما السورية تفوز عن الشاورما التركية من ناحية الأمبلاج. أما من ناحية الطعم أنا برأيي كرأي شخصي، بما أنه هذا المحل طيب، الشاورما السورية بتاخد 7/10، أما الشاورما التركية فبتاخد 8/10. لاحظوا انتو بصراحة انا ما توقعت انه اكمل الشاورما كلها لانه كنت خايف من الطعم ومصدوم، ولكن خلصت الشاورما بايدي من دون ما احس بصراحة. هلا جينا على السعر. اذا سألتوني الشاورما السورية قديش سعرها مقارنة مع الشاورما التركية، انا تقصدت انه يكون اثنيناتهم بنفس السعر. فالشاورما السورية كانت الوجبة سعرها 85 ليرة، مرفقة فيها البطاطا، مرفقة فيها كريم التوم، مرفقة فيها المخلل. اما الشاورما التركية فقط سعرها 85 ليرة. فهون بتوقع بدل انه الشاورما رغم انه سعرها غالي ولكن طعمتها كانت طيبة. اما الشاورما السورية بالنسبة للطعم مش سيء، ولكن ما لا يقارن بطعم الشاورما التركية بصراحة. واللي جاي على تركيا، اذا كنت مجرب هاي الشاورما اكتب لي في التعليقات بتفضل هاي الشاورما ولا الشاورما التركية. اكتبوا لنا في التعليقات. بحبكم كثير. لهون وصلنا لنهاية الفيديو معكم اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. تحياتي لكم، سلام.